احترامي للسيد السيستاني، خليه يطلع يحكي له كلمتين للشعب. الشعب الآن الكل يقولون هاي السنين طول، نريد نسمع. شوف احنا عندنا لا اوقف لي على هاي النقطة. ليش؟ ها؟ ما يقدر يطلع يحكي شأنه الخاص هذا. لا هو لا، مو هذا التشكيك، انا فهمه لا. كمحاور تشكيك، لانه الشخص ما يعرف يحكي عربي، معقوله؟ لا مو يعني يحكي عربي، حتى لو يطلع يحكي فارسي، حتى لو يطلع يحكي مكسر. ليش هو شنو مو عراقي؟ ها؟ لا مو عراقي. السيستاني رجل فارسي بالاصل، من منطقه السيستان. اي مرجعياتنا الدينيه الان كلها فارسيه، افغانستانيه، باكستانيه. ليش؟ ها؟ ليش؟ نتطرق الى هذا الموضوع؟ ليش ما يكون عراقي؟ ليش ما يكون عراقي؟ اولا هاي المرجعيات تقف وراها دول كبيره، يعني هي التي تشخص هذا الحال. يعني اكثر من 200 سنه المرجعيات فارسيه. اي مرجعيه، المرجعيات الشيعيه فقط. نعم، اي مرجعيه عربيه تحارب. وما الضير ان يكون المرجع الاعلى للشيعة بالعالم هو فارسي؟ ما الضير بذلك؟ يعني أنا أسألك سؤال أخي العزيز، إحنا ليش نستورد مرجعيات من الخارج؟ مو عندنا عرب وعندنا علوم؟ ليش؟ طيب الموضوع أنا أقول لك، ما بإيران شيعة؟ أنا أقول لك الموضوع، ببلدان أخرى شيعة؟ أنا أقول لك الموضوع، يعني الشيعة مو كلهم عرب. اسمح لي موضوع أنا ولو ما أريد أتكلم بهذا الموضوع، بس والله أنت أستاذ محمد اليوم كأنما اللقاء مكشوف لازم يكون مكشوف للناس. أي احترامي لطلبة الحوزة بالنجف الأشرف، أنا أعتز بطلبة الحوزة. الأموال محصورة عند المرجعيات الفارسية. طالب الحوزة من يجي يريد يقلد مرجع معين لازم يعطيه راتب. ينطي هو راتب؟ طبعا هو ينطي راتب. المرجعيات العربية غير مدعومة ماديا. أنت الآن هسه لو أكو مرجعية عربية عندها أموال، إذا السيستان ينطي راتب 200,000 بالشهر، طبعا يعطونهم 200 300 شيء، وأكو أقل. وأنت روح الآن انطي 500,000، كلها تلتف حولك الطلبة. هذا الموضوع مو دين، هذا تجارة. هذا الواقع، تجارة. احنا لابد أن نتكلم بمكاشفة مع الشعب. هاي تجارة، مكاشفة مع الناس. تجارة. الذي يدفع أكثر هو الذي يقلد، هو الذي يتبع.